السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا، بخصوص الجواب على قضية حديث الغدير. يعني شيخنا، يعني التأويلات كثرت من قبلكم، فأنت ما راح تقبل أي جواب. فالجواب هو الوافي، نقول لك: هل خريت على وجه ربك بما أنك مجسد؟ يا سلفي لا تربط الجواب. خريت على وجه ربك بما أنك مجسد؟ والله أن اليهودي أو النصراني أو غيرهم يمكن ما تطلع منهم الألفاظ هذه على رب العالمين. نتكلم عن رب السلفيين مو رب المسلمين. هذا ربكم اللي تخرون عليه يوم مجسمة. أينما تولوا فثم وجه الله، وأنتم لا تقول في تأويل الصفات. فإذا تخرون على وجه ربكم وأنت جالس على وجه ربك. لما عجزت صرخية يا سلفية يا مجسمة، الله المستعان. بتخافون من الصرخية جبناء. انظروا أخلاق المرجع محمود الصرخي يقدمها أتباعه، ترى هذول هم. هذا مو أخلاق السيد الصرخي الحسني، هذه عقيدتكم الفاسدة. تفضل يا مجسمة. ما عليه ولا يهمك. طيب أنا ما كان عندي نية أبث هاليومين، لا أمس ولا اليوم. طبعا تخاف من الصرخية، ولكن قالوا لي يعني أن موضوع الغدير وعيد الغدير مناسبة، فقلت أفتح المجال. شو وقت ما تبث هلا الله عز وجل يهدي بهذا الكلام وبيان الحديث وشرحه. وإذا كان هناك من هذه النماذج السيئة إلا نهدم دينك اللي تشتم وتسب وأخلاقها، فهناك أيضا محشة محسب. هذه عقائدكم وهذه كتبكم وهذه تأويلاتكم. ولا يكتبون قاعدين يستمعون. هاي تفسيراتكم. هذول نوجه رسالة لكم، ترى مو ذول مشوشين. هذول فاتحين دينك. لكم أنتم فاتحين دينك مو مشوشين. وكلامي اللي قاعد أقوله لكم أنتم يا مجسم. نسأل الله لهم الهداية. يا متجسمون الله يا سلفية. طيب أرجع إلى نقطة. تابعوا البث المباشر يوميا لبحوث المرجع المهندس الصرخي الحسني 11:10 مساء عبر المواقع الرسمية.